دركا ننتقلوا للمدن الداخليه، على خاطرش هذه المدن هي عباره عن فرص ضائعه اللي عندها الامكانيه باش تحل بزاف مشاكل اللي تعاني منها الجزائر. اولا، المناطق الداخليه مساحتها كبيره بزاف وفيها اراضي بطحاء ومناسبه لبناء مدن واسعه وعصريه، ولكن للاسف السياسه تاع السكن المتبعه في هذه المناطق كارثيه بزاف. درك تخيل معايا باللي في هذه المناطق نلقاو مشاريع سكن تاع 300 500 400 مسكن، وهذه الأحياء بعيدة على بعضها البعض، يعني مبعثرة، وهذا يسبب عدة مشاكل مع الوقت. أولا، الدولة لازم توفر الخدمات لكاع هذه الأحياء وتحرص ثاني على الصيانة ديالهم، وهذا يعني من الناحية الاقتصادية ما يكونش فيه مردود وآيل للفشل على جال العدد القليل تاع السكان. يعني تخيل عندك حي فيه 1000 مسكن، وهذه في المناطق الداخلية قليلة بزاف، يعني عندك 1000 ساكن ونديروا زعما باللي في كل دار كاين 6 أفراد، أب وأم و4 دراري. يعني هذا الحي كيما راهوش راح يكون فيه غير 6000 ساكن. يعني هذه مع أنه رانا بالغنا شوية على خاطرش ماشي كاع السكان راح يكونوا عندهم يعني 4 دراري. دركا تحب دير مركز صحي في هذا الحي، هل رايح تبني سبيطار يعني بأحدث التجهيزات وفيه المصالح كاع كيما راهي؟ يعني نكونوا منطقيين، لو كان دير هكذايا أغلب الأجهزة رايح كيما نقولوا ياكلها الغبار، على خاطرش عدد السكان قليل، المصالح تاع الجراحه والاخر ما راهيش راح تخدم بزاف، وبالتالي وجودها ما يكونش مبرر. يعني من الناحيه الاقتصاديه دير مستوصف صغير يخدموا فيه 5 6 اطباء وشويه ممرضين، هذا ما كان. والامر الاخر اللي لازم ننوه له هو انه في هذه الاحياء السوق يكون صغير بزاف. يعني مثلا هذا الحي ربما 2 سوبيرات وربما 4 خضارين قادرين يلبيوا الاحتياجات تاع السكان كاع كيما راهم. يعني عندنا 6 محلات والاصحاب تاع الحرف ما يخدموش على خاطرش السوق صغيره. يعني مثلا انت خياط، شحال من واحد رايح يجيك؟ انت يا مثلا مصمم تاع جرافيك، شحال من لوغو رايح تصممو، وشحال من لافته اشهاريه راك رايح تخدمها. يعني ما انت يا نقولوا راك حفاف، شحال من واحد راه رايح يجيك؟ هذا كي تكون وحدك، ما نقولوش كي يكونوا يفتحوا 2 ولا 3. واضح باللي السوق في هذه المدن محدود وإنفاق الدولة عليها قليل. يعني أنه هذه الأحياء السكنية راح تكون كذلك هي مراقد، ولكن مراقد في مدن داخلية ماشي قدام المدن الكبيرة. وش معناها هذا؟ معناها المرافق ما كانش، والنتيجة الحتمية اللي نوصلوا لها هو أنه الدولة بهذه الصيغ تاع السكن هذه راهي تخلق في مناطق ظل مستقبلية، وهذا هو المشكل الكبير. على خاطرش هذه الأحياء ومن بعد ذاك تضرب 10 سنين 15 سنة هما تاني يولوا يخرجوا يقولوا لك ما عندناش التنمية إلى آخره، ونقعدوا يعني في هذه الحلقة كذلك، وهي أنه نبنوا سكنات صغيرة متبعثرة ما نقدروش ننفقوا عليها كما يلزم، ومن بعد مع الوقت تولي هي كذلك مناطق تعضل.